السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم راح نحضر معكم لي بانكيك اللي يجوا من أروع ما يكون، خفاف وطريين وبزاف بنان، وكما العادة راح نحضرهم بطريقة صحية. ووصفة اليوم راح تكون بدون غلوتين، إذا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم مشاهدة مفيدة وممتعة. وباش نحضروا لي بانكيك تاعنا راح نحتاجوا لحبة بيض، الحجم تاعها يكون متوسط، راح نضيف عليها رشة ملح و2 ملاعق كبار من سكر التمر ولا اي محلي طبيعي. تقدروا تستبدلوا سكر التمر بسكر جوز الهند ولا عسل التمر ولا دبس التمر ولا العسل الطبيعي. وبالنسبه للمقدار تقدروا تزيدوا الا بغيتوا لي بانكيك تاعكم يكونوا شويه حلوين، ديروا 3 ملاعق كبار من سكر التمر ولا اي محلي تستعملوه. وضفت الفانيليا حوالي نصف ملعقه صغيره من مسحوق فانيليا طبيعي اللي كان سبق لي وحضرته معكم. يعني نجيبوا العود تاع الفانيليا الطبيعي ونطحنوه مع نصف كوب من سكر التمر ولا سكر جوز الهند، راح نتحصلوا على مسحوق فانيليا طبيعي. اذا هنا بالخلاط اليدوي فقط نخفق جيدا هذاك البيض مع السكر التمر، يعني غير يتحل هذاك سكر التمر ما يبقاش حبيبات والخليط يخفف شويه. راح نضيف عليهم 2 ملاعق كبار من زيت الزيتون. من الاحسن تستعملوا زيت الزيتون اللي يكون طعم تاعه خفيف بزاف باش ما يجيكمش باين. اللي ما يبغوش طعم زيت الزيتون تقدروا تستبدلوه بزبده طبيعيه دايبه ولا زيت جوز الهند، او لا تقدروا حتى تستعملوا زبده الفول السوداني ولا زبده اللوز ولا الطحينه، يعني فقط المكونات الجافه من بعد راح تنقصوا منها. هنا في الاخير راح نضيف الحليب، عندي نصف كوب من الحليب يعني حوالي 120 ملل. انا هنا استعملت حليب السمسم، يعني ملعقه صغيره من البذور تاع السمسم، كنت ضفت عليهم نصف كوب تاع الماء يعني 120 ملل. الماء يكون ساخن ونخليه منقوع لمده 15 دقيقه ولا، ومن بعد نطحنه جيدا حتى نتحصل على هذا حليب سمسم اللي مفيد جدا وغني بالكالسيوم وبالمعادن. بالنسبة للناس اللي ما يبغوش يستعملوا الحليب يعني في الوصفات تاعهم فتقدروا تستعملوا هذا الفكرة، تقدروا تستبدلوا هنا السمسم باللوز ولا حتى بمبشور جوز الهند وديروا نفس الطريقة. هنا ضفت نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وضفت عليها قليل من الخل ولا عصير الليمون. نخلط جيدا وفي الأخير راح نضيف الطحين. بالنسبة لي أنا هنا راح نستعمل طحين بدون غلوتين، راح نستعمل طحين الأرز وطحين الذرة. عندي 50 جرام من طحين الأرز و50 جرام من طحين الذرة، وتقدروا تستبدلوهم بأي نوع طحين. تقدروا ديروا فرينة كاملة ولا فرينة الشوفان ولا فرينة الشعير، تقدروا تديروا خليط من أنواع الطحين أيضا، يعني أي نوع طحين تقدروا تحضروا به هاد لي بانكيك. أنا اليوم بغيت نحضرهم لكم بدون غلوتين وانتم يعني لكم الاختيار. نخلط جيدا وراح نغطي على الخليط نخليه يرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق. هنا نبدأ نطيب في لي بانكيك، يعني نسخن المقلاة، من الأحسن تستعملوا مقلاة ما تكونش لاصقة، ونحطوهم يطيبوا على نار متوسطة. يعني كي تسخن المقلاة تاعنا نفرغوا فيها الخليط. هنا كي نحطوا لي بانكيك تاعنا غير نشوفوهم داروا الفقاعات، يعني غير يبدو يديروا فقاعات نقلبوهم ونخلوهم يطيبوا على الجهة الأخرى تاني، غير يطيبوا ويتحمروا نحوهم. لي بانكيك بهذه الطريقة يعني كي نطيبوهم من نخلوهمش بزاف على النار يجونا خفاف وطريين. راح نكمل نطيب كامل حبات تاع لي بانكيك. بالنسبه لهذا المقدار تاع حبه بيض اللي عطيته لكم راح تحصلوا على 4 قطع تاع لي بانكيك بهذا الحجم كما راكم تشوفوا، يعني شويه كبار ماشي صغار. الا بغيتوا ديروا لي بانكيك تاعكم صغار راح تحصلوا على كميه اكبر. وشوفوا النتيجه تاع لي بانكيك كيفاش جاو خفاف وطريين كيما لي بونج، يعني خفاف ومقطنين وبنتهم روعه روعه. يعني تقدروا تقدموهم بطريقه بسيطه، تزينوهم غير بعسل التمر ولا دبس التمر مع مكسرات. راح نعطيكم انا هنا فكره كيفاش تقدموهم بالفواكه. الا كانوا عندكم اي نوع فاكهه فراوله ولا الموز راح نقطعوها ونزينوا لي بانكيك تاعنا. تقدروا يعني تعمروا هاد الطبقات تاع لي بانكيك بالشوكولا. انا هادو تاع الفراوله زينتهم بالعسل، درت انا هنا عسل التمر، ولا المكسرات درت الفستق. وهادو لي بانكيك اللي حطيت عليهم الموز راح نزينهم بالصلصه بذوق الشوكولا. يعني هذا عسل التمر وضفت عليه ملعقه صغيره من الكاكاو، راح نتحصل على هاد صلصه شوكولا بزاف بنينه تزينوا بها لي بانكيك تاعكم، يعني بديل الشوكولا
نضيف عليهم مكسرات، تقدروا ديروا الجوز. هنا درت اللوز محمص ومطحون. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. هاد لي بانكيك الصحيين اللي جاو روعة، بزاف خفاف وطريين وبنان. نتمنى تجربوهم، متأكدة الا جربتوهم راح يعجبوكم ويعجبوا العائلة تاعكم. هنا نكون وصلت نهاية الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم.